اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اوبل استرا 2005 جاي عشان تعمل صيانه كهرباء وميكانيكا وفوانيس. دي كده كتاتات البنزين والمراوح والاي بي اس. في مشكله بامر الله هنعمله. العميل جايب فوانيس جديده اهي اهو، عشان الفوانيس القديمه طبعا مكسره اهي. وادي العربيه اهي تمام. عايز انضف الموتور من جوه بفلاش اهي قبل الشغل. جايب بقى ايه طاره مكان دي، جايب طاره مكان دي بتاعت استرا اتش، عايز اركبها في الأسترا الجيل 2005. طاره اهي عايز اركب دي مكان دي. طبعا الزور بتاع الأسترا الاتش طويل والزور بتاع دي اقصر من ده، محتاج تعديل. هنعمله بامر الله. بصوا بقى كده على الفوانيس ورا اهي اهي اسلاك اهي تمام. فوانيس الشبوره جايبها فعايز اشغل كل حاجه. انتظرونا في فيديو تاني للعربيه دي. اذكر الله وصلي على النبي. من ضمن المشاكل اللي فيها برضو لمبه الموتور والعه والعداد السرعه مش شغال والاي بي اس شغال على طول اهو. من ضمن المشاكل اللي في الاسترا جي هتتصلح ان شاء الله. حلينا تشين الميزان، تشين الميزان جداد اهو. اذكر الله وصلي على النبي. بس بايظين. العميل لسه عامل عفشه اهو، مساعدين وبطاحات وكل حاجه وطنابير وتيل وجياش الميزان جديد اهي، بس طالعه بايظه. ما بيكسر الدركسيون بيسمع زقزقه جامده قوي تقطعه. بص التيش حتى لو خدت بالكم في ايديا بيتحرك بالتدريج اهو، بيتحرك وهو بيتحرك بينط كده تمام. ركبنا الاي بي اس اهو، جبنا واحد استيراد ركبناه وشغالين بقى في العربيه اهو زي ما انتم شايفين كده مفكوكه اهي. طلعنا الاسلاك الزياده كلها اللي هنا واللي في الضفيره اهي، وحلينا المروحه قدام اهو عشان نغسل طبعا وننضف هنا. ودي ضفيره المراوح اهي تمام. العربيه جايه بتراجع كهرباء وميكانيكا، وعدلنا الطاره الحمد لله اهي تمام. لسه بقى تتفنش، وعلبه الفوزات نزلناها عشان في كباري هنا معموله للانتظار وكده. شغالين في العربيه اهو. انوار ورا خلاص والفوانيس ركبت اهي والانوار كلها اشتغلت. بنعمل نور النمره والشنطه فتحت سنتر وكل حاجه كده. قبل ما تطلع المغسله هنطلع المغسله نغسل بقى قبل ما نفنش ونقفل. الكلام ده كله عايز يتغسل غسله محترمه. احنا بنغسله ببنزين وبتاع وميه بصابون، بس بالنسبه ان هي طالعه المغسله هنغسل كله بقى فوق اهو اهو. ازازه الجاز اللي الهندسه مجهزه اهو، وطالعين هنتكل على الله على المغسله على طول على البنزيمه. اذكر الله وصلي على النبي.
كده بعد الغسيل يا باشا اهو. قولوا لنا بقى رايكم في التعليقات في نظافه الشغل. قولوا لنا رايكم كده في النظافه اهو بتاعت الشغل. كل حاجه رجعت كما كانت اهي. اوبل استرا جي 2003 2004 2005 2006 اهو. كل حاجه رجعت كما كانت اهو. عند الفتيس من ورا وكل حته اهي. والغسيل اهو. فابريكا فابريكا يا باشا. اذكر الله وصلي على النبي. اذكر الله وصلي على النبي. كده بعد ما غسلنا الموتور من بره وغسلنا الحوض بتاع العربيه، العميل عايز ينضف الموتور من جوه. شايفين شكل الموتور ايه من جوه؟ جبنا له فلاش اهو اهو. فلاش اهو عشان ننضف فيه الموتور من جوه. ده احنا المفروض بنفضي الزيت ونقفل الطبه تاني ونحط النص كيلو ده وندور العربيه لمده يعني دقيقتين 3 دقايق 5 دقايق اقصاها، ونبطر نحل تاني الطبه وننزل الفلاش، وبعد كده نحط كيلو زيت موتور نضيف ندور بيه، وبعد كده ننزله، وبعد كده نحط زيت الموتور. اذكر الله وصلي على النبي. ده كده قبل ما نحط الفلاش، قبل ما نحط الفلاش الزيت نازل اهو. كان نازل وسخ جدا. نضفنا احنا نضافه قبل الفلاش الاول بالطريقه بتاعتنا الخاصه، برضه بزيت وبماده تاني قبل الفلاش، وبعد كده هنقفل الطب اهو وهنحط الفلاش وننزله ان شاء الله. اذكر الله وصلي على النبي. هو انت كده يا هندسه بتعمل ايه؟ نحط الفلاش في الموتور، والماده بتاعت الفلاش ماده عامله زي المطهر كده اهي. بص ماده لونها ايه؟ لونها شفاف. حطيت الطبه، قفلت الطبه يا هندسه ونحط الفلاش يا باشا. المفروض ده كده بقى بنحطه عشان ينضف الموتور. كده يا هندسه ايه؟ كده حطينا الفلاش اهو تمام. هنقفل غطا الزيت وندور ايه؟ دقيقتين بالظبط ونبطل تاني. اذكر الله وصلي على النبي. كده احنا حاطين الفلاش ومدورين اهو. هو طبعا بيعمل رغاوي جوه اهو تمام اهو. هو دقيقتين بالكتير يعني. اذكر الله وصلي على النبي. كده احنا بطلنا العربيه وهنفضي ايه؟ الفلاش من الطبه المفروض اهو. نزل كل اللي في الموتور. نازل زي ما انتم شايفين كده اهو. الزيت نازل شفاف اهو بنسبة حلوة يعني، مش بنسبة قليلة، بنسبة عالية اهو. بعد تنظيف الفلاش. اذكر الله وصلي على النبي. الطرة اتعدلت اهي. ركبت مكانها استرا جي، استرا اتش مكان استرا جي اهي، عشان الاسترا جي الكلاكس بتاعها من هنا على طول بيبوظ اهي تمام. والنور الطبلون اتعمل اهو اهو. العربية كلها اتقفلت اهي. كل حاجة تمام اهي. مفيش بقى عك عند الفوانيس، مفيش الكلام ده خالص اهو اهو يا باشا. اذكر الله وصلي على النبي وقول لي رأيك في الفيديوهات. الموتور ده اتنكت مش اتغسل، اتنكت.